لو بتدور على مكان يجمع التاريخ الملكي والطبيعة والشواطئ الساحرة في الإسكندرية يبقى لازم تزور حدائق وقصر المنتزه. المكان ده في شرق المدينة بمنطقة المنظرة بحري وبيمتد على مساحة أكتر من 370 فدان، وتطل حدائقه مباشرة على البحر المتوسط. القصر والحدائق اتأسسوا على يد الخديوي عباس حلمي الثاني في أواخر القرن التاسع عشر كاستراحة صيفية، وكمل الملك فؤاد الأول قصر الحرملك عام 1925. الحدائق مليانة أشجار عتيقة ونادرة وزهور ملونة، وفيها معالم أثرية رائعة زي برج الساعة وكشك الشاي على الطراز الروماني المطل على البحر. الأنشطة في المنتزه لا نهائية: تجول وسط المساحات الخضراء، زيارة القصور، ركوب الدراجات، الطائرات الورقية، حفلات الشواء، السباحة في الشواطئ الهادئة، وحتى سينما الأميرات لمشاهدة أفلام تاريخية. 5 شواطئ ملكية بانتظارك: عايدة، كليوباترا، فينيسيا، سيميراميس، وشاطئ فندق فلسطين. المنتزه مش بس حدائق وقصر، ده كمان بيضم فنادق فاخرة وسط الطبيعة والشواطئ، مع غرف مطلة على البحر وقاعات احتفالات ومنطقة ألعاب مائية. تذكرة الدخول 50 جنيه للفرد، والمكان مفتوح من 7 صباحا حتى 10 مساء. المنتزه واجهة سياحية وثقافية لكل العائلات، وتقدر تستمتع فيها بيوم مليان استرخاء واستكشاف وتاريخ ملكي أصيل.